السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الباتيه بالجبنه بطريقه سهله وبسيطه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. بسم الله. المقادير معايا 3 كوبايات من الدقيق ومعلقه كبيره خميره ورشه ملح ومعلقتين كبار لبن بودر ومعلقه كبيره سكر وبيضه ونص كوب سمنه دايبه بنفس الكوب اللي مكيلت بيه الدقيق وميه دافيه للعجن وبيضه هدهن بيها الوش وسمسم. انا دوبت السمنه بس ما سخنتهاش. في بوله هبدا اضيف الدقيق. هنزل ب3 كوبايات من الدقيق. الكوبايه دي وزنها 240 جرام. وهضيف اللبن البودر والخميره ورشه الملح والسكر وهقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هضرب البيضه وهضيفها وهضيف السمنه وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد الدقيق ما يمتص السمنه كلها. وبعد كده هضيف الميه الدافيه. ما ينفعش نعجن بميه سخنه يا جماعه علشان ما تموتش الخميره معانا، وما نعجنش بميه بارده علشان ما تاخرش عمليه التخمير. نعجن بميه دافيه. اهم خطوه دلوقتي يا جماعه نعجن العجينه كويس جدا. انا هفضل اعجن فيها لمده ربع ساعه علشان تديني نتيجه كويسه. هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. تمام. انا عايزه عجينه طريه وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايديا. بالظبط كده، هي دي العجينه، عجينه طريه وما بتلزقش في ايديا. تمام. وهحطها في بوله وهغطيها واحطها في مكان دافي لحد ما تخمر. خلاص العجينه خمرت وبقت جاهزه معايا. هنزلها على الرخامه وهلفها رول. انا عايزه افردها بشكل مستطيل. هسويها الاول بايديا وبعد كده هبدا افردها بايديا الاول. شايفين العجينه علشان خدمتها كويس في العجن وخمرت كويس بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. وبعد كده هسويها بس بالنشابه. لو ملاحظين انا ما بضغطش على النشابه خالص. العجينه اتخدمت كويس في العجن وخمرت كويس فعلشان كده بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. وهفردها بسمك نص سنتي زي ما انتوا شايفين. تمام. وهبدا احط الجبنه دي فيتا عبورلاند. طعمها حلو قوي في الباتيه بالجبنه. ان شاء الله هكتب لكم المقادير بالجرام وبالكوب في صندوق الوصف. اتمنى تجربوه وان شاء الله تكتبوا لي رايكم فيه ايه في الكومنتات. يا ريت لو وصلتوا معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اتمنى اسمع رايكم في الوصفات اللي انا بنزلها. تكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الوصفات اللي انا بنزلها ايه. هبدا الف طرف العجينه على الجبنه كده زي ما انتوا شايفين، واحده واحده كده. وهضغط بايديا بسيط علشان احاول افرد الجبنه جوه العجينه، ما نضغطش جامد. وهكمل لف العجينه كده زي ما انتوا شايفين. خلاص لفيتها رول حلو قوي كده. هقفل الطرف التاني من العجينه كويس علشان الجبنه ما تخرجش من العجينه. وهساوي العجينه بايديا زي ما انتوا شايفين. تمام حلو قوي كده. وهقطع الطرف وهشيله وهبدا احط مقدار صباعين وابدا اقطع جنبهم بالسكينه علشان تبقى القطعه كلها متساويه. سهل جدا وبسيط. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه ونفس المقادير. بينفع جدا في فطار الصبح وبينفع للولاد في المدارس. بصراحه مهم جدا ولازم يكون موجود عندنا في التلاجة على طول. هبدا ارص في صاج. انا الصاج ده ما دهنتوش اي ماده دهنيه علشان العجينه اوريدي فيها سمنه فمش محتاجين ندهن الصاج اي ماده دهنيه. هحاول لو في جبنه خرجت من العجينه هسويها كده. هجيب بيضه وهضيف عليها كيس فانيليا وهضربهم كويس جدا علشان اتخلص من اي ريحه زفاره في البيض. عايزه اقول لكم البيض لما بندهن بيه الباتيه بالجبنه بيدينا لمعه حلوه قوي في الباتيه. هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. وهبدا ادهن بيه وش الباتيه كده. وهحط السمسم وهدخل الباتيه في الفرن على اعلى درجه حراره على الشبكه في النص. لو عندك مروحه هتشغليها من الاول. لو ما عندكيش اول ما ياخد لون ذهبي من تحت هتطفي تحت وتولعي فوق لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده بالشكل ده. واول ما يخرج من الفرن هنحطه في طبق وهنغطيه بفوطه علشان يبقى طري معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.